25/5/2025 النهاردة عيد ميلادي. النهاردة أنا كملت 23 سنة، وحابة إني أشارك معاكم أقوى وأقصى وأوجع وأشجع الدروس اللي أنا اتعلمتها على مدار 23 سنة دول، وحصرتهم كده في 23 ايتم، بحيث إنه يعني 23 سنة 23 درس. أول حاجة لازم نفهم إن مش كل الناس هتحب الحاجة اللي احنا بنحبها. يعني لو احنا بنحب حاجة معينة ايا كانت هي ايه في اي مجال، مش لازم بالضروري ان كل الناس تكون بتحب الحاجة دي. وكذلك، وركزوا في الحتة دي، مش لازم احنا كمان نحب اللي انتوا بتحبوه. يعني ما تكونش انت او انت بتحبوا حاجة معينة وبعدين تيجوا عايزين احنا نحبها غصب عننا. طب يعني في حكمة بتقول لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. لو احنا كلنا حبينا نفس الحاجة، مين اللي هيروح للحاجة التانية؟ ولو كلنا كرهنا نفس الحاجة، مين اللي هيروح للحاجة دي؟ مفيش. فعشان كده لازم نحترم ميول بعض. احنا مش كلنا هنتفق على نفس الحاجة، ومش كلنا هنحب نفس الحاجة، ومش كلنا هنكره نفس الحاجة. فما تحاولش تجبرني ان انا احب الحاجة اللي انت شايف ان هي احلى حاجة في الدنيا. انا مش شايفاها كده، انا مش شايفاها اصلا. فده ما ينفعش. تاني حاجة، الناس في نوع كده ما بيقبلش حاجة اسمها نقاش. انت ايه ده؟ انت بتتكلم، انت غلط. لا لا لا، انت غلط، انت معقول تتكلم؟ فالنوع ده من الناس ما تضيعش وقتك معاه خالص، سيبه كده. هو ما بيتغيرش على فكرة. عايزة اقول لكم النوع ده ما بيتغيرش، يعني ما عندوش حتة اصلا، يعني ان هو يشتغل على حتة انه يحاول يفهم الغلط فين من نفسه. هو اصلا مش شايف نفسه غلط، هو طبيعته تركيبته كده. فالنوع ده تجاهله تماما، انت صح وانا غلط. اهم حاجة ما تسيبوش يجي عليك، يجي على حق من حقوقك. طول ما انت تمام سيبه يقول اللي هو يقول. بس تاخد رد فعل وتتدخل امتى بجدية؟ لما تلاقي ان الغرور والنرجسية بتوعه دول واخدينك انت في حتة تانية. ساعتها لازم تاخد رد فعل عشان تحمي نفسك، مش عشان اي حاجة تانية. تالت نقطة، ودي بالنسبة لي من اهم النقط بجد، بلاش تحمل، هو مش بلاش، هو ممنوع تحمل حد تمن اخطائك وذنوبك والحاجات الغلط اللي انت عملتها او ادركت بعدين ان هي غلط، او من الاول انت وانت بتعملها عارف ان هي غلط، بس بتقول ان ما كانش في ايدك حل تاني. حتى لو كنت مجبور على الحاجة دي، يعني حتى لو كنت مجبور عليها، ما تشيلش حد ذنبها، لان اصلا مفيش حاجة اسمها جبرت او اتعمل غصب عني. انت اللي بتختار توافق على ايه وما توافقش على ايه. بجد الدرس ده يعني قاسي جدا. انت بتختار ايه اللي يتعمل فيك وايه اللي ما يتعملش فيك. صحيح بيبقى يعني كان بصوا يا جماعة، يعني طبعا عشان نعمل الحاجة اللي احنا شايفين ان احنا دي مناسبة لينا، احنا لازم هنتنازل عن حاجات كتير وهنضحي بحاجات كتير قوي. بس شوف انت بقى الحاجة دي اللي انت عايزها هي اغلى، ولا ان انت تفضل محافظ على الحاجات الوهمية اللي انت متمسك بيها وشايف ان انا مش هعرف اضحي بيها عشان اخد الحاجة التانية. لا، يعني لو مثلا انت مجبر ان انت تعمل الحاجة دي والا هيتعمل فيك كذا وكذا وكذا وكذا، دي تعمل فيها كذا وكذا وكذا عادي. لو على قد ما الحاجة التانية اللي انت عايزها غالية قوي، على قد ما انت هتستحمل وهتضحي عشانها وهتتنازل، حتى لو هينزل على دماغك بالخراب. بعد كده الدنيا واحدة واحدة هتروق، طول ما انت من جواك انت عارف انت بتعمل ايه ومقتنع بيه وراضي عنه. بس مفيش حاجة في الدنيا تساوي ان انت تبقى بتعمل الحاجة اللي انت حاببها. النقطة اللي بعد كده، لازم تكون متصالح. في صوت عربيات اعتقد.
لازم تكون متصالح مع حتة انه التغيير بتاعك مش هيبقى باين في احوال معينة. زي يعني انت مثلا لما انت مثلا يبقى فيك عادة معينة وحشة، حاولت ان انت تشتغل عليها، وجه في وقت انت كنت بتعمل فيه يعني في موقف انت كنت متعود لما الحاجة دي بتحصل انا بتصرف كده، فالحاجة دي حصلت وانت ما تصرفتش كده، محدش هياخد باله، بس هياخدوا بالهم لما تتصرف كده. بس يعني هقول لكم حاجة، انا كان فيا عيب ان انا كنت بتعصب بسرعة قوي. فانا يعني لما كان بس حد يستفزني كنت محدش بيعرف يسكتني واتعصب. بس انا لقيت ان ده مش لايق عليا، انا ما ينفعش ابقى كده، انا بنت، وغير كده يعني عيب، ما ينفعش بني ادم يتعصب من اقل حاجه، لازم نكون نقزم الغيظ على قد ما نقدر. امال ايه يعني؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال انه البني ادم قوته في انه يعرف يتحكم في غضبه. فلا، فاشتغلت على الحته دي لحد ما ايه، ما انا خلاص بقت بتحصل قدامي حاجات بتعصبني وبتستفزني، بس بخليها ايه جوه، ما بقتش بزعق، ما بقتش بصور، فاهميني؟ فما حدش خد باله، ولحد النهارده بيقولوا لي انتي عصبيتك وحشه، لانهم واخدين بالهم من ايه، من الحته اللي انا اتعصبت فيها وفاكرينها، لكن ما شافونيش بقى من جوه في كل موقف انا كنت محتاجه اتعصب فيه، وكتمت العصبيه دي عشان احافظ بقى على شكلي، وعشان خاطر ابقى من عند ربنا منقذمين الغيظ، وعشان حاجات كتير هم ما خدوش بالهم من ده. ليه؟ لانه كان جوايا. فانت ما تزعلش، لازم تاخد بالك وتتصالح مع فكره ان ان التغيير بتاعك مش هيكون مرئي، ومش اي حد هياخد باله منه، ومش اي حد هيحس. المهم حافظ عليه. الدرس الخامس اللي اتعلمته ولسه بتعلمه لحد النهارده، في وسط عالم الله اكبر يعني مادي 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 مادي، كل حاجه بنفكر فيها انا هاخد ايه لو عملت كذا، ايه اللي هيعود عليا من الحاجه دي لو قدمت حاجه لفلان، لو عملت حاجه لعلان، لو يعني البنت ولا الولد بيبقى عاوز يعصر باباه او مامته كده يطلعوا فلوس، اللي هو هاتيلي اللي انا عايزه دلوقتي، ماليش دعوه. في وسط الناس دي، والبنت اللي بتقعد مع العريس عشان تشوفه هيجيب لها ايه، انت هتقدم لي ايه اكتر من غيرك، يعني هتديني ايه خليني اوافق بيك يعني. الناس دي كلها عمرها ما هتفهم يعني ايه بني ادم بيدي من غير ما يبقى عايز حاجه، مش هتفهم ان في بني ادم عايز حاجه لمجرد ان هو عايزها، مش عايز حاجه من وراها، مش عايز حاجه هتعود عليه لما هياخد الحاجه دي او هيقدم حاجه للحاجه دي. محدش هيفهم ده، وهيفضلوا يبصوا لك اي بصه، المهم انه انت طماع، انت حقير، انت معرفش ايه. محدش هيفهم ده. عشان خاطري ما تزعلوش، انا عارفه احساس الناس دي بيبقى عامل ازاي، ومحدش يتضايق لما حد يقول له كده. المهم ان احنا يعني كل واحد جواه حاجه حلوه يحافظ عليها، وما يتاثرش بكلام الناس السلبيه الوحشه الطماعه اللي عمرها ما هتفهم ان احنا بنفكر ازاي، او احنا لما بنحب حاجه بنبقى حابينها بصدق وعايزينها لمجرد ان احنا عايزينها. فيعني انتوا فاهميني. النقطه اللي بعد كده I think السادسه تقريبا، قد تبدو الامور ليك على غير اللي انت متوقعه. يعني انت لو شايف حاجه قدامك، او شايف موقف حكمت عليه في دماغك، بلاش تمسك في التحليل بتاعك على اساس ان هو ده الصح بقى. انا لا، اكيد عمل كده عشان اي حاجه بقى، يعني انت بتبرر اللي قدامك ده عمل كذا عشان اي حاجه، وتبقى في دماغك ان هي دي الصح، انه يعني تحليلك صح، انه عمل كده فعلا عشان كده، وممكن يبقى لا خالص، لان انت ما دخلتش جواه. فخلي يبقى عندك flexibility، خليك مرن، انه مش لازم كل حاجه انت تحللها
تطلع هي بالتحليل الصح اللي انت حللته، لان ده مش صحيح ابدا. النقطة السابعة او الدرس السابع: خلي اللي واخد عنك فكرة وحشة ياخدها، لفها له هدية واديها له. اللي عايز يشوفك وحش هيفضل شايفك وحش. لو انت سكر، لو انت تورته، والله العظيم هيفضل شايفك وحش، لانه هو من جواه عايز يشوفك وحش. في ناس كده، في ناس يعني بيبقوا مصممين يشوهوا في دماغهم صورة الشخص اللي قدامهم. يعني هو عايز يشوفك وحش عشان يرضي حاجة جواه هو بس اللي عارفها. المهم لما تلاقي، اللي عايزة اقوله من النقطة دي، لما تلاقي حد بيوصفك بحاجات مش فيك، يعني لو انت مثلا انت زي الفل، لما تلاقي حد بيقولك انت فاشل وانت مش فاشل ولا حاجة، وانت عارف ان انت مش فاشل، طول الوقت بتحاول، حتى لو لسه ما ظهرتش نتائج للمحاولات بتاعتك، انت مش فاشل، وانت عارف ان انت مش فاشل، وهو عارف ان انت مش فاشل، بس هو عايز يرضي حاجة جواه. هو شيء يعني، انا لسه كنت بقول لكم دلوقتي ممكن الحاجة ما تبقاش زي ما احنا متخيلينها، بس في ناس فعلا يا جماعة فعلا تبقى معاشرينكوا سنين وعارفينكوا وحافظينكوا، بس مصممين انهم يطلعوا فيكوا حاجات مش فيكوا. يعني مين هيعرفك اكتر من نفسك؟ يعني لما حد يقول لك يا فاشل يا طماع يا مش عارف ايه يا وانت عارف ان الحاجات دي مش فيك، وهو عارف ان الحاجات دي مش فيك، بس هو عايز يقولها، هو عايز يزهقك وخلاص، او عايز يعني ممكن تبقى الحاجات دي فيه هو نفسه، فهو بيعمل حاجة كده زي بيضحك على نفسه ان هو ان انت اللي وحش مش هو. فاهمني؟ خليك واثق في نفسك، والناس دي على قد ما تقدر ابعد عنها، لان يا جماعه عايزه اقول لكم يعني دي طبعا النقطه اللي انا لسه كنت بتكلم فيها. في ناس يعني بيبقوا اصلا هم مش كويسين، بس اللي بيحبوهم مصممين يشوفوهم كويسين عشان يفضلوا معاهم. يعني انا عارف ان انت مش كويس، وان انت فيك وفيك وفيك وفيك، بس انا باقي عليك، انا عايزاك زي ما انت كده ولا زي ما انت كده، واخدك حباك واخدك على عيبك. فاهمين؟ فزي ما في ناس بتبقى مصممة تشوف الحلو وحش، في ناس تانية بتبقى مصممة تشوف الوحش حلو. يعني اللي عايز يشوفك كده هيشوفك كده، واللي عايز يشوفك كده هيشوفك كده. فخليك واثق في نفسك وخلاص، ومحدش في الدنيا هيعرفك اكتر من نفسك. نقطة رقم 8 تقريبا، مش عارفة بتلخبط في العدد ليه. المهم الفكرة توصل. حاول تلتمس الاعذار لغيرك على قد ما تقدر، طول ما العذر ده مقبول ومش جاي عليك ضرر. يعني طول ما انت مش مأذي من الحاجة دي، التمسها له. يعني حاجة هتعدي. فاهمني؟ يعني مثلا حد كب عليك شاي، حد وقع منك حاجة، حد اي حاجة، يعني بتحصل حاجات كتير. مش لازم تقعد تمسك في خناق وتقعد تشتمه بقى وتزق، لا، التمس الاعذار على قد ما تقدر، مادام انت مش الحاجة دي مش هتفضل يعني ترهقك على المدى البعيد. وبعدين في حاجة تانية عايزة اقولها برضه: اعترف بغلطك، اعترف بالغلط اللي انت عملته واعتذر وتأسف. يعني انا بفتكر الحاجات انا عملتها، غلطت في حق ناس غلطات كبيرة قوي والله العظيم، وانا يعني انا لحد دلوقتي انا نفسي مش عارفة اسامح نفسي، حتى لو هم سامحوني انا مش عارفة اسامح نفسي، لان دي حاجة يعني بتبقى حاجات ايه، بيفضل الواحد فاكرها على طول. ف انا نفسي اي حد انا اذيته يعني يسامحني، بس مش عايزة حاجة تانية. النقطة اللي بعد كده رقم 9: اي مخلوق هتتنازل عشانه مرة يعني هيستغلك طول الوقت. بقى خلاص انت بتاعي، انت اتنازلت مرة، او يعني سبتني اعمل فيك كده، تعالى لي بقى. اي حاجة في الدنيا هو عايزها هيحاول يجيبها عن طريقك انت. اي وقت هو متعصب فيه متضايق فيه، تعالى لي اطلع اللي جواه فيك. انت ما عملتش حاجة، بس انا عايز اطلع اللي جواه فيك. ما انت سكت انت لما اتعصبت اول مرة عليك، انت سكت ساعتها، فتعالى لي كل مرة بقى. فمن اول مرة تاخدوا رد فعل، او لما تلاقوا الموضوع بيتكرر كتير وبشكل مبالغ فيه ومؤذي نفسيا،
وفي تعدي على حدودك اخلع. نقطة رقم 10، الشغل بيجيب شغل، الكسل بيجيب كسل، القعدة بتجيب قعدة، والنوم بيجيب نوم، وأي حاجة بتعملها بتجيب غيرها، بتجيب شبهها. فيعني لما تبقى عندك حاجة المفروض إن أنت تعملها دلوقتي، قوم اعملها دلوقتي. وطاقتك مش هتخلص والله، ما تخافش يعني، لانه انت لما هتعمل الحاجه دي، انا كنت ببقى فاكره قبل كده ان انا لما يعني هقوم مثلا اعمل اي تاسك ورايا، ان انا كده طاقتي هتخلص واقعد بقيت اليوم مش قادره اعمل حاجه. والله العظيم بعملها، وببقى عايزه بتشجع ان انا اعمل غيرها 2 و3، فببقى من جوايا اللي هو الله، بحس اليوم مليان كده ومثمر مشجع، يعني ببقى متشجعه قوي ان انا بقى خلاص، انا النهارده عملت كده، فانا بكره كمان هعمل كده، بعده هعمل كده. بريح في نص ساعات، بس زي ما قلت لكم الحركه بتجيب حركه. الصحيان بدري، الصحيان بدري ده كنز والله العظيم. يعني لما تلاقوا نفسكم كده صاحيين الساعه 6 7 والناس كلها نايمه، وانتوا الوقت ده بقى بتاعكم، دماغكم بقى اصلا في الوقت ده صاحيه جدا، وايه، بتعرفوا تركزوا، وما بيبقاش في حد صاحي، فانت بتبقى عارف تركز، والدنيا هدوء. وحاجة حلوة الوقت ده ممكن هو يبقى أكتر وقت أنت هتنتج فيه، وكمان هتلاقي الساعة جت 12 وأنت عملت كذا حاجة، واليوم لسه طويل قدامك، فده حاجة تحفة. اصحوا بدري. رقم 11، ويعني من أهمهم بجد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا كنت فيا عادة سيئة، وهي إني اركب المواصله من هنا، الهاند فري، البلاي ليست كلها تفضل شغاله لحد ما اوصل بالسلامه، واحده ورا واحده ورا واحده ورا واحده، كل الاغاني اللي عندي على التليفون تكون خلصانه في الشويه، الساعه ولا نص ساعه اللي انا ماشيه راكبه فيها المواصلات. انا كنت بشوف بقى وانا راكبه ناس جميله، اللي بيسبح في المواصلات، اللي بيقرا قران في المواصلات، انا ببقى ايه، غيرانه. او يعني انا كان الناس دول هم الناس الوحيدين في الحياه اللي انا غيرت منهم. يعني بقعد اقول يا رب اشمعنى هم يا رب كده مخليهم يقربوا منك، وقاعدين يسمعوا يقرأوا قرآن وانا قاعدة بسمع اغاني. طب ما احنا الاتنين راكبين نفس العربية، واحنا الاتنين عندنا نفس المشوار، ولا فاهمين؟ ف اكتشفت بعد كده انه ايه، في عربية، اكتشفت بعد كده انه إيه، ربنا انت لو ما اتغيرتش من جواك، ربنا مش هيغير فيك حاجة، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا اللي لازم نشتغل من جوانا على حتة ان احنا نبطل. انا قعدت واحدة واحدة، بقيت اعمل ايه، ما باخدش الهاند فري معايا ولا نازلة، خلاص بسيبها في البيت، بحيث ان ده اكيد بقى مش هشغل الاغنية في المواصلات انا والعربية كلها بتسمعها، لا خلاص انا سبتها في البيت، انا ضامنة ان ايه، ان انا مش هقرا، ان انا مش هسمع اغاني. فانا ببقى قاعدة في العربية، لو السواق مشغل قرآن بسمع له، ما حملت على التليفون بتاعي المصحف، بقيت وانا في العربية بفتحه اقرا منه ساعات، محملته برضو سبحة، برضو ساعات بسبح بيها. فبحاول ان انا اخلي وقت المواصلات، لو مش يعني لو مش هعمل حاجة خالص مش هسمع اغاني، يعني يا اما هعمل حاجة، فاهميني، حاجة من الحاجات اللي انا بقول لكم ان انا كنت ببقى عايزة اعملها، او ببقى قاعدة ما بعملش حاجة، بتفرج على الطريق من العربية من الشباك، أي حاجة، لو السواق مشغل حاجة بسمعها، يعني مش هسيب وداني، قاعدة بسمعها. ف وده غلط أكيد، يعني ده غلط، بس أنا حاولت قدر الإمكان إن أنا أقلل سماعي للأغاني، لأن دي حاجة بشعة بصراحة. أحيانا يعني بالليل كده بشغل حاجات مع نفسي في البيت، بس مش يعني هو آخر ربع ساعة، مش زي الأول بقى بقعد فاتحاها بالأربع 5 ساعات وعمالة رايحة جاية في الشقة أتخيل سيناريوهات وهمية من دماغي أنا لوحدي. لا، ما بقتش كده الحمد لله. النقطة اللي بعد كده، في مثل مشهور جدا بيقول العلم بالشيء ولا الجهل بيه. لا، الجهل ساعات بيكون أحسن وأرحم بكتير، فما تحاولش تدعبس ورا حاجة انت عارف ان انت لو عرفت اللي وراها هتتعب وهتتضايق وهتتنكد. عيش كده احسن، لان والله اوقات كتير بيكون الجهل ده نعمة كبيرة جدا من عند ربنا، احنا ما بنبقاش حاسين بيها. خليك يعني ما تدورش على حاجة ربنا مش عايز يبينها لك،
اللي بعد كده، خد وقتك في الحزن، وافصل دماغك عن اي حاجه. اي حد يقول لك ان الموضوع مش مستاهل، الموضوع بسيط، انت مكبر الموضوع، الناس دي محبطه جدا ومؤذيه ومش سويين وحاجه قرف. فانتوا حاولوا ان ايه، لما تبقى في حاجه مزعلاكم، ازعلوا، ادوا للزعل والحزن وقت، عشان تراكم المشاعر ده كله بيجي في الاخر على دماغكم، وتتعبوا، تعيطوا، خدوا اجازه، اقعدوا، حاولوا تفصلوا باي طريقه ممكن تخرجوا عن الاحساس ده. ف يعني بجد دي حاجه هتساعدكم بعدين، لكن تقعدوا تراكموا ده على ده على ده على ده هتتسوحوا. رقم 14 تقريبا، نفسك هي احسن استثمار في حياتك. استثمر في نفسك، مش في اي حاجه تانية، وما تفكرش في اي حاجه تانية، وما تجريش ورا حاجه تضيع وقتك وتعطلك عن الهدف اللي انت اصلا بتسعى له. وخلي دايما عندك حسن ظن ويقين بالله انه مش هيضيع تعبك، وان كل واحد بيعمل حاجه هيلاقي نتيجتها في الاخر حتى لو اتاخرت شويه. فلازم تحاول كل يوم ان انت تبقى شخص احسن، حتى ولو اخفقت في بعض الحاجات، عيد المحاولة تاني يوم وتالت يوم. المهم يعني ما تيأسش، وما تفضلش تتكاسل كتير لدرجة ان انت تنسى اصلا انت كنت عايز ايه. رقم 15، سعينا ورا المثالية بيخلينا ما ناخدش اي خطوة، وده ياخدنا للنقطة اللي بعدها، ان مفيش حاجة اسمها الوقت المناسب. الوقت المناسب مجرد سراب، مفيش حاجة اسمها الوقت المناسب، لان انت كل ما يعني لو انت مثلا شايف انه لما الحاجه دي تحصل انا هبقى ساعتها عارف اعمل، لما الحاجه دي هتحصل انت هتبقى في دماغك حاجه تانية عايزه تحصل على الحاجه دي، عشان ايه؟ عشان تعمل ده ومش هتعمل، تقعد تاجل 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 ومش هتعمل. لا، عايز حاجه قوم اعملها دلوقتي بالموجود معاك بالمتاح معاك، وافضل شغال على انك تعمل الحاجه التانية اللي انت كنت عايزها، بس وانت برضو دلوقتي شغال باللي معاك. يعني من الاخر اشتغل باللي معاك وطور لحد ما تبقى توصل لأحسن وأحسن وأحسن وأحسن. رقم 17، لما تكون زعلان اوعى تسمع أغاني حزينة، ما تروحش ناحية الأغاني الحزينة، ويستحسن ما تروحش ناحية الأغاني أصلا، ماشي؟ عشان مش بشجع على أغاني ولا أي حاجة، ربنا يتوب عليا وعلينا جميعا. ما تسمعش أغاني حزينة، لأنها هتخلي من جواك عندك طاقة الحزن عندك هتعلى، هتبقى أكبر بقى. يعني بدل يعني هتخليك تحس بأحزانك أكتر، بدل ما إيه، ما تحس. رقم 18، لما تلاقي بني آدم لسانه طوله، يعني حرفيا مش ببالغ، وبيغلط كتير، بيغلط فيك من غير ما انت اصلا تغلط فيه ولا اي حاجه، هو بني ادم غلط كده بطبعه، ما تردش عليه، وتجنب الصدام على قد ما تقدر. يعني ما تختلطش بيه اصلا، سيبه يقول اللي هو عايزه، يخبط دماغه في الحيط، انت مش سامعه، طول ما التطاول باللسان فقط انت ولا كأنك سامع اي حاجه. الناس دي بره حياتنا اوت فور ايفر، وعلى فكره ده هيحرقهم اكتر. رقم 19، تقبل فكره ان مش كل الناس زيك. انت بني ادم كويس، مش لازم كل الناس تبقى كويسه. يعني انت لما حد هيقول لك سر انت مش هتقوله لحد، مش تحكيه، ده مش معناه ان فلان لما هتقول له سر مش هيروح يحكيه، ده هيمسك ميكروفون ويروح يزف. خليك فاهم ان مش كل الناس زيك خالص، يعني ما تعاملش الناس على انهم نفس النسخه بتاعتك، هيعملوا نفس الحاجات اللي انت بتعملها، لان ده مفيش الكلام ده، ان العالم خبيث وشرير. ما تحكيش حاجه لحد، وما تحاولش تحط عشم على حد ان هو ممكن يعني يبقى كويس معاك وانت ما اذيتهوش. لا، هو انت هتبقى كويس معاه وهيأذيك برضه عادي. فانا بس قلت اعرفك. رقم 20، فكر دايما ازاي ممكن تعتمد على نفسك وما تحتاجش لحد. فكر طول الوقت ازاي تعمل من نفسك سند لنفسك، ما تحتاجش لحد بعده غير ربنا طبعا، سبحان الله. وطبعا ده مش هيتحقق غير بالشغل. وانت حتى لو لسه بتدرس، اتعلم مهارة اشتغل بيها، وانت بتشتغل بيها اتعلم مهارة تانية، بحيث يبقى عندك مهارات كتير تقدر ان انت توزع طاقتك عليهم وتشتغل وتعتمد على نفسك ومتحتاجش لحد. يعني
رقم 21، ما تندمش على حاجة فاتت لأن الماضي مش هيرجع، اتعلم منه وعيش الحاضر واستمتع بيه بس. 22، ما تقبلش أنا حاسة إن أنا بقول كلام مهاجري، أنا أصلا عندي امتحان دلوقتي. ما تقبلش بأقل من اللي أنت عايزه لمجرد إن هو ده اللي موجود. بمعنى لو أنت حاطط في دماغك مواصفات لحاجة معينة، أنت عايز حاجة معينة، فأنت لحد دلوقتي مش لاقيها أو مش عارف تاخدها، تروح تقبل بحاجة أقل منها أو حتى لو مش أقل، حتى لو مش أقل منها، فهي منافية للحاجات اللي أنت بتحلم بيها ولطموحاتك. وعلى فكرة أنا هنا مش بتكلم لا على شغل أو أي حاجة مؤقتة، أنا بتكلم على الحاجة اللي هتكمل معاك بقية حياتك أو بقية حياتك، زي الجواز. انتي في دماغك حد معين، في دماغك يعني سواء شخص بعينه أو مواصفات معينة لشريك حياتك، محتاجة يعني يبقى فيه صفات معينة أو فيه ملامح معينة. انت كل اللي يتقدمولك الحاجة دي مش فيهم، فأنا خلاص أنا هاخد الموجود. لا، يعني بلاش، ما تحاوليش أو ما تحاولش انت تقبل بالموجود لمجرد ان انت مش عارف تاخد اللي انت عايزه، لان ساعات بيبقى الاحسن ان انت ما تاخدش خالص، احسن من ان انت تاخد الحاجه اللي انت مش هترتاح معاها او عكس اللي انت كنت عايزه او غير اللي انت كنت عايزه. فاهميني؟ زي ما قلت لكم، انا هنا مش بتكلم على شغل او على حاجه انت هتاخدها دلوقتي وتقدر تطور منها بعدين. حاول في بدايه حياتك تقبل باي شغل، لان يعني الشغل ده هو اللي هيجيب لك الشغل التاني، والتاني هو اللي هيجيب لك التالت، وهكذا. انت تقعد تشتغل 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 لحد ما ايه، ما تكبر. فانت دلوقتي مثلا لو معاك وظيفه بسيطه، وبعد كده هيبقى معاك ممكن تعمل بيزنس لنفسك، ممكن كذا، اي حاجه هتمشيك لحد ما ايه، ما تبقى قادر اكتر تعتمد اكتر على نفسك، او تبقى معاك اكتر وعندك اكتر. فاهميني؟ لكن الحاجه اللي انت هتاخدها مره في العمر او هتؤرقك وقت طويل لو انت ما كنتش مرتاح فيها، فدي بلاش منها خالص. واخيرا، وان شاء الله يا رب ما يكونش اخرا، مفيش حاجة مستمرة زي ما هي. مشاعرك الحالية، زعلك اللي انت فيه دلوقتي مش هيكمل معاك بقية حياتك، فما تحاولش ان انت توقف حياتك عشان الحاجة دي والله مؤقتة. انت زعلك مؤقت، فرحك مؤقت، مش حاجة مستمرة ابدا. فعيش اللحظة اللي انت فيها واستمتع بيها وعديها، يعني لو هي ايا كانت ما تقفش عندها كده اللي هو لا، عدي واجري وعيش كده. يعني مفيش حاجة بتستمر على طول، ويعني ممكن نبقى بنعدي أيام وسنين ونكتشف إن إحنا لسه عايشين في الماضي، أنا مش حاسس باللي أنا فيه دلوقتي، أو تبقى مأجل حياتك أصلا للحظة اللي أنت هتوصل فيها للي أنت عايزه، من غير ما تستمتع بالرحلة. اللي هو أنا هتبسط لما هبقى عندي الحاجة دي، أو لما هعمل الحاجة دي، أو لما هوصل للمكانة الفلانية. طب وانت دلوقتي ايه؟ حاسس بايه؟ مش حاسس بحاجه، بشتغل بذاكر بس مش حاسس بحاجه. لا، حس، ادي فرصه لنفسك ان انت تستشعر الحاجه وانت بتعملها وتستمتع بيها، لان احنا اصلا اهم حاجه واحلى حاجه واجمل حاجه فينا الاحساس، والله حتى لو كان بالحزن، احساس ان انت حاسس، ده يعني شعور لا يقدر بثمن. انا يعني النهارده عندي 23 سنه، بقيت بني ادم كبير يعتبر. ادعوا لي، وان شاء الله ربنا معانا كلنا 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 ونحقق كل اللي احنا نفسنا فيه. كل سنه وانتم طيبين.